كل شوية ليها قصة مع رجل متجوز، وطريقتها في الردود على الكلام اللي بيتقال عليها غريبة. كانت مصاحبة ضرتها وبنتها ومش فارق معاها الناس. قضت سنة في السجن في بداية حياتها وكان مستقبلها هيضيع. أهم حاجة عندها في الدنيا أصحابها، مش بتتخلى عنهم أبدا. كل اللي بيعرفها بيحبها، وكانت بتتعرض للانتقاد بسبب جسمها. قفلت على نفسها أوضتها في واحد من أشهر المهرجانات بسبب كلام الناس. لما بتحب بتدي من غير حدود. قصتها مع واحد من أشهر العرب كان الكل بيتحكى بيها. بتخاف من حاجة غريبة جدا، ودي اللي بتخليها تعيط ومحدش يعرف يسكتها. دينا الشربيني ليها وش تاني خالص غير اللي كل الناس تعرفه عنها. معقول قصتها مع كريم محمود عبد العزيز خلصت ومش هنشوفهم مع بعض تاني؟ وإيه حكايتها مع الخلفة وال 12 عيل اللي كانت عايزة تخلفهم؟ ومين أقرب أصحابها اللي بتمشي وراهم؟ ومعقول اللي عملته مع المساجين السنة اللي قضتها فيه؟ كل التفاصيل دي وأكتر هتعرفوها عن دينا الشربيني في الفيديو ده، وأسرار محدش يتوقع. نينا الشربيني من الشخصيات اللي كانت مثيرة للجدل من أول ظهورها، وكانت البنت السمراء أم شعر الكيرلي اللي فتت أحلام كتير من المصريين. يبان عليها الشقاوة وخفة الدم وإنها ياما هنا وياما هناك، لحد ما تبدأ تتكلم أو تعرفها عن قرب هتلاقي شخصية تانية خالص. دينا ظهرت قدام ناس كتير، وكل اللي عرفها بيقول قد إيه شخصية طيبة وعلى نياتها جدا، بس ده ما منعهاش من إنها تقع في مشاكل كتير جدا. كان أولها اللي حصل في بداية حياتها، وإنه اتقبض عليها بتهمة تعاطي مواد ممنوعة. للأسف دينا ما خرجتش منها، بالعكس هي قضت سنة في سجن القناطر. وطول السنة دي اللي كانوا مسجونين معاها كانوا شايفين إنها حد لطيف جدا وبيتعامل مع الناس بطريقة ودودة جدا، وكل اللي اتعامل معاها حبها. بعد بقى ما خرجت دينا كان أشرف زكي منعها من التمثيل لحد ما الناس اتدخلت عشان مستقبلها ما يروحش، وبلاش وحرام وكده. رجعت تاني فعلا تمثل وبدأت تنتشر من جديد والناس تحبها أكتر. وهوب ظهرت مع الهضبة عمرو دياب وهي مراته، كانت بتحبه حب كبير. هي كمان غيرت في حياته كتير جدا. حبها كان ظاهر ليه قدام الناس وفي الحفلات والمناسبات وكل حاجة. فجأة كده كل حاجة بينهم خلصت كأنها ما كانتش موجودة. اتقال وقتها إن الانفصال حصل بسبب رغبتها في إنها تبقى أم، وده شيء مستحيل بالنسبة للهضبة. بعدها بقى اتقال على دينا كلام كتير جدا، منه علاقتها بالإعلامي الإماراتي أنس بوخش واللي ظهروا هما الاتنين سوا ونفوا أكدوا إنهم صحاب بس. وقالت وقتها كمان إنها مرتبطة بواحد اسمه حسين من بره الوسط الفني. بعدها انفصلت عنه وما حصلش نصيب لحد ما ظهر اسم كريم محمود عبد العزيز على الساحة، وإن الفيلم اللي عملوه سوا كان بداية قصة حب بينهم، وإنهم ناويين على جواز ومش عاوزين يعلنوا الكلام ده لحد. وما بين ولا حصل ولا ما حصلش، رجع كريم محمود عبد العزيز لمراته تاني، واتقفلت قصته مع دينا الشربيني وعملوا لبعض بلوكات. ناس من المقربين من دينا قالوا إنه غرضها من الجواز من كريم هو الاستقرار، كمان الأكبر من كده إنها تبقى أم. وده بعد ما قالت إن نفسها تجيب 12 عيل، بس عارفة إن الوقت والسن مش هيسعفوها أبدا. دينا طلع عليها إشاعات كتير قوي، وخاصة إن ليها علاقات برجال متجوزين، وهي ردها إنه بيطلع عليها كلام كتير من النوعية دي، وردها إنها مش هتعلق على أي حاجة خالص. دينا بتخاف جدا من حاجات غريبة قوي، وهي مثلا إنها لو معرفتش تقلع تيشرت وهي لابساه ونفسها اتكتم ممكن تقعد تعيط مدة طويلة قوي. ودي من الحاجات الغريبة اللي في حياتها، غير بقى ارتباطها الكبير بأصحابها، واللي أقرب اتنين ليها هم صبا مبارك وياسمين رئيس، واللي تقريبا مش بيسيبوا بعض طول الوقت، وهم أهم ناس عندها في حياتها. انتم بقى ايه رأيكم في قصة دينا، ومتوقعين تتجوز مين الفترة اللي جاية؟